انا في حاجه محيراني جدا من ساعه الموضوع ده، واحده عايزه اسالها لك. هي دلوقتي بتقول ان هي استاءت من الفيديو اللي نزل، اللي هو انا شايفه ان هو مش منطقي اصلا ان انت تنزله، لان هو خناقه. يعني هو مش مثلا، يعني احنا لما بنروح للكوافيرات مثلا نقول شعرنا حلو الله جميل كده، الكوافير بيبقى حريص على انه ينزله. لكن لما تبقى خناقه ليه الكوافير ينزله؟ مش كده، انا بسالها بقول لها انت نزلتيه ولا هو؟ قالت لي لا هو. وانا استأت ان هو نزله. هو انت ليه اصلا نزلته وهو خناقه؟ مش انا طبيعي. مش منزل فيديو خناقه. الفيديو اللي انا عرضته في الفيديو اللي انا عرضته في البرنامج سوشيال ميديا وزفت وقرف. ماليش فيه، احنا مالناش فيه. انا شعري كله باظ، ماليش دعوه. انا ما طلبتش الالوان دي وانا ماليش فيه. ما تشتغلش بس سندي قصادي بقى. ماليش فيه، ماليش فيه. ما حضرتك الفيديو اللي اتعرض جزء من الفيديو. بقيت الفيديو في كذا 4 فيديوهات المفروض يبقى هما فيديو واحد. فاتعرض جزء صغير من الفيديو. انا الحته اللي هي بتزعق فيها وتقول أيوة ده شعري واتحرق ومش عارفه ايه. فندم انا ما بعملش حاجه الا لما برجع للزبونه قدامي. كل الزبائن متابعاني على شغلي وعلى افهاتي وعلى هزاري وعلى، يعني انت بتعمل هزار؟ عندي صفحتي كلها مقالب. مقالب؟ كاتب على صفحتي اقوى المقالب، اقوى اشهر كوافير في مصر بيعمل مقالب من اول ما فتحتها. انا مش فاتح، انا فاتح اكل عيش مش لا فاتح. انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان دي كانت تمثيليه؟ عاوز اقول ان احنا متفقين على المقلب قبل وبعد. بجد؟ عاوز اقول ان انا نزلت كل الكواليس وكل لا يعني ثانيه واحده بالراحه. يعني انت صفحتك كلها قبل الحكايه دي فيها حاجات مشابهه؟ كلها كده. كلها كده؟ كلها. راجع الفيديوهات هتلاقي معظمها بتخلي الزباين تمثل ان هم مستائين وكده؟ مفيش حد مستاء. يعني انت صفحتك كلها مقالب كده؟ يعني صفحتي مش هزار؟ كلها مقالب. عباره عن بعمل افيه صغير قبل ما بشتغل مع العميله، وبنبدا نجيب التجهيزات. ايه الافيه كان هنا؟ افيه لو شعري حصل له حاجه انا مش هسكت. افاجئك بالنتيجه في الاخر اللي واو تسلم ايدك يا وحيد. سوشيال ميديا وزفت وقرف. ماليش فيه، احنا مالناش فيه. انا شعري كله باظ. انا بنزل السلبيات وبنزل الايجابيات. نورتينا قمر. تسلم ايديكم كله. اوكي. ده شغلتي اللي انا اعمل اثاره في المشهد. وهو حصل كده فعلا في الاخر؟ كده معايا الفيديوهات ومعايا كل حاجه. حته اللي انا معلش انا عندي شغل في المحل، ولو صورنا المحل وجينا صورنا المحل هتلاقي نفس واحد مش هيقعد. انا عامل عروض وسطيه عشان اللي احنا نبقى في المتناول. طب يعني انت بتقول ان اللي حصل ان انت عليه. اتفقت معاه، ولما نزل الظاهر ان هي ابنها زعل. جات لي تاني يوم قالت لي شيل الفيديو، شلنا الفيديوهات. امال ايه اللي حصل؟ كان الفيديو بقى انتشر؟ الفيديو جيت كلمتها على الواتس قلت لها يا فندم ممكن ننزل النتيجه عشان الناس ما تفهمش غلط. شعرك ما وقعش، شعرك سليم. جت قالت لا انت عاوز تنزله تاني. انا قلت لها مش انا هنزل تاني ليه؟ طيب فهي حصل لها مشكله ان انت نزلت الفيديو مع ابنها وجت قالت لك شيل الفيديوهات. شلت الفيديوهات خلاص. امال ايه بقى؟ هنا السؤال اللي عاوز ايه بقى اللي مضايقك؟ السؤال اللي انا اقوله برضه عشان بس هي بعد كده تتكلم الاحترام في الكلام. هنا انا شلت الفيديوهات. فيديو جاب 11 مليون مشاهده، كنا عارفين احنا كلنا اللي احنا بننزل. وقلت لها وانا بنزل فيديو، قلت لها انا بنزل فيديو. يعني هي كانت بتمثل؟ تمثيل كله تمثيل عشان هي متفرجه على فيديوهاتي قبل كده. لو طلع يا فندم بنتها كانت معانا. لو طلع الكلام ده حقيقي يبقى انت هتاخدي في كل الافلام والمسلسلات. يا فندم ممكن اتكلم؟ بنتها كانت معانا واقفه جنبي كده. يعني لو انا بعمل صور وهي ما تعرفش بنتها تقول لا. وفي فيديو انا هعرضه دلوقتي اللي هي بنتها بعد ما خلصنا المشهد وبقول للواد خلاص بقى اللي بيصورني، بنتها ماتت من الضحك وهي ضحكت وانا ضحكت بعد ما علقت الفوطه صبغه وقلت مش هشتغل. واحنا عشان ضحكنا يبقى احنا قلنا لك نزل اي حاجه؟ ممكن حضرتك انا لا ثانيه واحده، يا حضرتك موافقه على ان دي كانت تمثيليه؟ لا طبعا كل حاجه متصوره. لا ثانيه واحده، حضرتك بتقولي طب احنا لو ضحكنا يبقى احنا موافقين ان الفيديو ينزل مثلا؟ لا ده شق، يعني ده شق. احنا ان حضرتك ضحكتوا او عملتوا هزاره. ليه؟ لا ضحكنا عشان هو اقول اسمه عادي. لا خلينا بس واحده عشان الناس تفهم. لو هي هزاره وحضرتك ضحكتي ومتضايقه بس ان هو نزل الفيديو ده حاجه، وان حضرتك دي كانت خناقه بجد عشان هو بوظ شعرك دي حاجه تانية خالص. لا هي الاول خناقه كانت خناقه بجد،
وبعد كده طب ما تحكي لهم انا اول ما جيت ايه اللي حصل يا فندم، وحيد. احكي لك اللي حصل كله. ومايكل معايا بره، عشان اول ما جت قالت لي اعمل لي شعري انت بايدك ومحدش يمسكني. طبعا عندي جروب وعندي ستاف. قلت لها فين جبت ولد؟ قلت له صنايعي. قلت له فتح وانا هشتغل مع المدام، ابص على ستاف، ابص على الزبائن. كمان معايا 6 زبائن باسبوع وما في ايدي، مش معقول هسيبها وامسك الزبونه لسه داخله. قلت يفتح، بنبدا شغل، وانا ببدا نعمل خصل، ونبدا انا احط بجهز الصبغات وبجهز الدرجات. وحضرتك محجبه؟ لا يعني ممكن تشيلي الطرحه بس شكلي وحش. مش مهم، الشعر اللي هو عايزين نشوف اللون بس. حضرتك مش محجبه؟ لا ادي اللون اللي وحيد عمله لي، ادي اللون اللي وحيد زعلان، ادي اللون اللي انا مش عارفه اصرح شعري منه. طبعا معلش انا بتاسف عشان شكلي وعشان اللي حصل لي بره حضرتك. بس على فكره هو اللون مش لون حلو. فندم انا لو اللون معمول بالمكوى والشوار. لا انت قلت لي كلمه وحياه ابنك، وحياه ابنك، اما قلت لك اللون وحش قلت لي ايه؟ زي ما انا اديتك بس هو ما بوظش شعرك. لا بعد اذنك شعري اتحرق حضرتك. بعد اذنك شعري اتحرق لما قالت لي شعري الجذور غامقه فتحها لي. شوف فتحتها، عملت استشوار ومكوى بعدها. لا ما حصلش كده. اول مره وريني. طب بعد استشوار والمكوى قالت لي اول مره وحيد. او هي اصلا زبونتك؟ كانت متابعاني على قناتي. لا ما حصلش يا استاذه ريهام، ولا اعرف اي حاجه عنه. تحب تقولي حاجه للجمهور؟ اللي بيخاف على شعره يجي عند وحيد لا شيء. حصل يجي عند وحيد لا شيء. حصل ليه يا وحيد؟ اللهم الحقيقه بقى حصل ليه؟ زي ما انا مش ببرر الكلام. وحيد لاشين واحد بيتكلم بنفس الطريقه. في موقف وحش قوي. لا مش وبنتك قعدت وحش تضحك حضرتك. معايا، وبنتك قعدت تضحك، والناس قعدت تسقف لا يا كلها في وحيد المحل. انا مشيت يا استاذه ريهام. لا حضرتك ثانيه واحده. لا حضرتك ما تستغربيش يا استاذه ريهام. لا انا دلوقتي انا متضايقه من نفسي. انا لا عشان متضايقه من نفسك. انا اخدت عشان انا معلش انا طلعت كل الزباين عامل معايا كده. انا طلعت في البرنامج في فيديو مقصوص وقلت ان الراجل ده ضار شعرك وما حصلش. لا حصل يا استاذه ريهام. لا انت شعرك زي الفل اهو. لا وطالعه بتقولي اللي عايز يحافظ على شعره يجي للكوافير. ايه الفيديو ده ليه يا وحيد؟ يا فندم انا مش مصور الفيديو ده بس. الفيديو ده طب خليها بقى معلش يا وحيد، خليها تتكلم. اتفضلي. الفيديو ده ليه يا وحيد؟ قولي لي. مش لما انا اتعصبت ورميت الفوطه انت ليه ما جبتش كل اللي اتصور في المحل؟ الكاميرات موجوده في المحل لو حد عاوز يجي ممكن يا وحيد يرجعها. ثانيه واحده. مش في كاميرات في احكي المحل يا لي استاذ دلوقتي. ريهام؟ هقول لحضرتك حاجه. هو دلوقتي بيقول ان هو عمل معاكي اتفاق زي باقي الزباين اللي موجودين على الصفحه، بيتقال فيها الحكايه ان هم بيعمل نوع من الترندات بطريقه مختلفه، ان الزبونه تعترض وبعدين بعد قلت كده. كلمه ترندات ديت يا وحيد؟ مش قصدي يعني قصدي اقول انه بيعمل تمثيليه معايا ان انا بتخانق معاه وبتاع وبعدين طلعني شكلي كويس. ممكن حضرتك نسمع ده برضه معلش؟ الحمد لله. شعرها مش باروكه يا جماعه، شعرها مش باروكه. محدش يقول دي باروكه. حلقت لها شعرها وبقت باروكه. مين اللي قال كلمه باروكه يا وحيد؟ بصي للرياكشن بتاعي يا استاذه ريهام. انا اوريك ال4 فيديوهات اللي انا نزلتهم على التيك توك. اكمل واستحمل الاخر ولا اهرب؟ الافيهات بتاعتي بطريقتي بنتها.